بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم. جيتكم اليوم في وصفة جديدة حلوة، وهي طمينة اللوز وجوز وكريمة الجوزية. كنت من قبل في فيديو تاعنا من قبل حضرت لكم طمينة اللوز، وحضرت لكم في فيديو طمينة الجوز، وحضرت لكم في فيديو كريمة الجوزية، لاموس تاع الجوزيه. درك ندير لكم بهم حلوه جديده. نبداو بسم الله على بركه الله. ديجا انا طرحت هذه طمينه اللوز بتحكم لي الواحد الشكل تاعها، وعندنا هذا الطابع تاع القلب، انا اخترت هذا الطابع. طبعوا هذه طمينه اللوز تاعنا كما تلاحظوا هكذا. كما تلاحظوا هكذا نطبع. هاي طمينة اللوز تاعنا درناها على شكل قلب. نزيدو نوليو داك طمينة الجوز نديروها البول كاكب، ونحطوها في القالب اللي طبعنا به، نحينا به القلوب الطابع اللي درنا به تاع اللوز، نديرو به تاع الجوز، ونعدلوها بيدينا مليح حتى تسوى لنا مليح مع القالب. نحيوها من القالب كما تلاحظوها كيفاه تجي. نزيدو نعاودو نفس الكميه يجيونا بكل كيما بعضاهم، ونحطو في القالب. هكذا في القالب مليح، نتكاو عليها بصباعنا مليح هكذا، ونخرجو من القالب باه دير لنا. علاه نتكاو عليها؟ باه دير لنا الحفره هذه في النص، دير لنا الحفره هذه في النص هكذا. نكملوهم كامل هكذا. بعد ما شكلنا الشكل طمينة اللوز والجوز، عندنا كريمة الجوزية. نحكمو نطليو هذه شويه برك شويه برك باه يلصقوا لنا مع بعضاهم، شويه برك في النص هكذا، نحطو فوقها نحطو فوقها طمينة الجوز هكذا، ونحطو لها كريم تاع الجوزيه هكذا في هذاك الفراغ اللي درناه بيدينا في الطابع. نحطو لها كريم، نزيدو نعاود نحط شويه برك باه تلصق لي مع بعضاها. نزيد نحط فوقها تاع الجوز طمينة الجوز والفراغ هذاك اللي نعدل هكا، نسويه مليح يجيو مع بعضها مليح. نعمر الفراغ طلع كريم تاع الجوزيه. نعمروهم هكذا مليح مع كريم تاع الجوزيه، ومن بعد نزينوهم.
نحطو لنا جوز، ودرنا نصف تاع الجوزه، اللي هادي يعني جوز واللوز، دايره بالجوز واللوز، طمينه تاع الجوز واللوز والكريم تاع انا نكمل التزيين تاعي هذا. هكذا نعمرها بكل كيما تلاحظوا، نزيد نسخ هكا شويه، نعمرها ونكملها بكل كيما تلاحظوا هكا، ونزينها ونعطيكم الكيفيه جاهزه. هاي الحلوه تاعنا جاهزه كيما تلاحظوا. طميت اللوز من تحت، طميت الجوز، وزدنا لها لا كريم تاع الجوزيه، زيناها بالجوز واللوز. ان شاء الله تنال اعجابكم، ان شاء الله توفقوا في الانجاز تاعها. وما تنساوش الاشتراك على القناه تاعنا ليوصلكم منا الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.